السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله وباحوال طيبه يا ربي امين. وكنتمنى لكم جميعا الله يسهل عليكم، كنتمنى لكم كل الخير ويا ربي امين. وما تنسوش الخوت، حنا القناه حنا دايرين قناه الزواج على سنه الله ورسوله. حنا كنديروا السباب، كنحطوا لكم الاعلانات والحمد لله، ورا ربي هو اللي كيكمل، حنا غير السبب. وما تنسوش ديروا معنا اللايك واشتراك، والله يجازيكم بالخير ويجازي كاع اللي كينوي الخير، الله يكمل عليه يا ربي امين في هاد العواشر هادي. وما تنسوش تحاولوا تبارطاجيو القناه، اي واحد متبعني في هاد القناه ملي يوصلوا الفيديو يدير معنا اللايك لايك لايك وشي تعليقات زوينين يكونوا بحالكم. وبلا ما نطول عليكم نبداو على بركه الله. بسم الله. السلام عليكم. الاسم كنزة، العمر ديالي 62 سنة، متقاعدة في فرنسا، ميسورة الحال الحمد لله، أرملة. كنقلب على شي ولد الناس في المعقول، يعني شي واحد يكون معقول ويكون في أوروبا. وشكرا والله يسهل الجميع يا ربي آمين. يعني الأخت كنزة يعني العمر ديالها 62 سنة، يعني باغا شي واحد يكون معقول ويكون في أوروبا. وشكرا والله يسهل على الجميع يا ربي آمين. للراغبين في الزواج، يعني الأخت باغا شي واحد يكون العمر ديالو من 59 سنة حتى 60 سنة حتى 65 سنة. الله يسهل عليك اختي كنزة وتستاهلي كل خير. والصراحه هاد السيد الله يعمر ليها الدار، الحمد لله. راه كيما قلت لكم، راه كاع الناس اللي عندي انا هنايا في الواتساب راه الله يعمر لهم الدار، حيت انا كنهضر معاهم وكنعرف العقليه ديالهم كي دايره. الله يسهل عليك اختي كنزة. السلام عليكم. الاسم المستعار نوال من مدينه وجده، العمر ديالي 28 سنه، مطلقه بدون اولاد، طول ديالي متر و56، الوزن ديالي 70 كيلو، سمراء بشرة، يعني سمراء غير شوية ماشي بزاف. انا بغيت شي ولد الناس يكون معقول ويكون العمر ديالو من 30 حتى ل 45 سنة. الرقم الواتساب ديال الاخت نوال من وجدة 06 40 06 78 98. دوزو الإعلان التالي. السلام عليكم، أنا زكريا من مدينة الدار البيضاء، العمر ديالي 32 سنة، عازب، أعمل في التجارة كل مرة، وفاش باغي اللي سكن، يعني باغي اللي تكون معايا، يعني تكون مع والديا، يعني والديه مازال حيين. انا ما مستعدش نخليهم. وهذا هو الرقم الواتساب ديالي، اللي بغات المعقول مرحبا. الرقم الواتساب ديال الاخ يعني اللي قال لك اللي باغا تعرف عليا المعلومات، الرقم الواتساب ديال الاخ زكريا 06 69 55 27 47. يعني الاخ يعني مازال الحمد لله والديه مازال حيين، الله يخليهم ليه يا ربي امين. يعني باغي شي وحده اللي تسكن معاه ومع والديه. والله يسهل عليك اخويا ويسهل على الجميع يا ربي امين. وكما قلت لكم الخوت والخواتات، البنات اول حاجه اي واحد يدخل عندك ويبدا يقول لك اختي صافي راه هاد الشهر هذا نجي نخطبك، وهادي رانا فرشت الدار ولا فرشت البيت وما بقاوش عندي الفلوس، حاولي ترسلي لي شي حاجه ديال الفلوس باش نكمل ونجي ان شاء الله نخطبك وياكم. المهم ما تبقاو ترسلوا حتى شي حاجه لشي واحد، لا البنات لا الولاد. لا بغيتي ترسلوا شي حاجه رسلوا يعني شي واحد، يعني واخا تقول لكم هذيك السيده رسل ليا، المهم الا كانت محتاجه ماشي مشكل تقدر تعاونها ترسل ليها. ولا شي واحد يبدا يقول لكم رانا صافي راه بغا نجي نخطبك وما عنديش فلوس وهادي ورسلي ليا، هذاك راه باغي يدي لكم رزقكم. وهذا الشيء اللي غادي نقول لكم. السلام عليكم ورحمه الله. انا عثمان من مدينه اكادير، العمر ديالي 20 سنه، المستوى الدراسي الثاني اعدادي، طول ديالي 180، الوزن 74 كيلو، لون البشره ابيض، عازب، المهنة عامل في المجال الفلاحي، أبحث عن شريكة حياتي. الرقم الواتساب ديال الأخ 07 18 71 25 46. حيتان الله يسهل عليك أخويا آمين، ويسهل الجميع يا ربي آمين. وكنتمنوا لكم الخير، انا كندعي معكم كما كدعيو معايا. السلام عليكم. الاسم ساره من مدينه كازا، عمري 26 سنه،
طول متر و64، الوزن 70 كيلو، مطلقة بدون أولاد. بغيت شي ولد الناس يكون يخاف الله ويكون معقول ويكون السن ديالو ما بين 30 حتى 39 سنة. أهم شيء هو المعقول. الرقم الواتساب ديال الأخت سارة 06 84 88 96 53. الله يسهل عليك اختي ساره ويسهل على الجميع يا ربي امين. وكما قلت لكم راه كاينين شي حاشاكم شي نصابه راه كيدخل عندك كيبقى يكذب عليك. المهم اي واحد يجبد لك فلوس، يجبد لك كلمه الفلوس بلوكي، يبدا يقول لك اختي رانا فرشت الدار، ولا الطوموبيل عندي خسرات، ولا هادي ورسلي لي باش نجي لعندك. راه كاين شي واحد تيقول لك الطوموبيل ديالي راه خسرت لي، راك غادي نجي عندك غدا، نجي عندك ان شاء الله، ولكن اليوم خسرت لي الطوموبيل. وحاولي ترسلي لي شي حاجه ديال الفلوس، تيطمعك بلي راه غنجي عندك ويقول لك رسلي لي شي حاجه ديال الفلوس باش نصاوب الطوموبيل ونجي. راه غير ترسلي لي الفلوس يدير لك بلوك وسير يقلبي عليه والله. المهم الخوت ما تنساوش اللايك والاشتراك، والله يجازيكم بالخير يا ربي امين.